خليك معايا علشان العرض اللي بين ايدينا حاجة عظمة جدا. يا رب اللي يدوس لايك ويعمل اشتراك في القناة يشتري اللي بيتمناه. العرض اللي معانا 10 فدان فيهم مميزات كتير، والجميل انهم قابلين للتجزئة حتى 2.5 فدان. يلا بينا نخش في الارض على اسفلت رئيسي، والجميل ان واجهة الفدان 20 متر. يعني لو هتشتري 2.5 فدان واجهتهم 50 متر، هتشتري 5 فدان واجهتهم 100 متر، هتشتري ال10 فدان واجهتهم 200 متر. الجميل في العرض بتاعنا ان هو مش زراعي فقط، لان ده عرض استثماري. ده ممكن تشتري الارض دي عشان تبني فيها بيتك المستقبلي، ممكن تبني فيها فيلا، ممكن تبني فيها استراحة، ممكن تكون دي مزرعة العيلة ليك ولأسرتك تقضي فيها الويك اند. ولو هنتكلم على الزراعات دي، قد تكون من اجود انواع الزراعات اللي موجودة في المنطقة. مية وتربة، حاجة في منتهى الجمال والروعة. هنشوف مع بعض الزرع. يعني احنا ماشيين كده، دي واجهة الارض على الاسفلت. الزرع اللي موجود في ال10 فدان موجود خوخ وموجود مزروع بصل. شوفوا معايا جودة الزراعات اللي موجودة. ده البصل وده الخوخ، زراعات من اجود الزراعات ان لم تكن افضل زراعة موجودة في المنطقة. يعني خليكم معايا كده، شوفوا جودة الزراعات. ده البصل، لكن تتخيل ما شاء الله بصل الله اكبر عليه. يعني شوف الحجم بتاع البصل في عمر صغير جدا. المية كويسة، وكمان الخوخ اللي موجود عندنا ده، لك ان تتخيل ان الخوخ ده عمره سنة واحدة بس. يعني شوف الخوخ ما شاء الله حاجة جميلة جدا. ارتفاع العود الساق ارتفاعه حوالي 1.70 متر، وعمره سنة واحدة فقط. يعني الخوخ ده لم يتجاوز عمره عام واحد. المرافق اللي موجودة في المزرعة، مصدر الري بتاعها مصدر ري نيلي، هو مصدر الري الدائم بتاعها مصدر ري نيلي، يعني مية الله اكبر عليها. كمان المالك قال في حالة ان انا ابيع 5 فدان 7 فدان 2 فدان ونص. هو حاليا حفر في الماسورة بتاعة البير، موجودة الماسورة بتاعة البير، وهيعمل بير مشاركة مع المالك اللي هيجي جديد، يكون مصدر ري بديل في تجنبا للطوارئ بتاعة انقطاع مياه النيل او انخفاض منسوب مياه النيل. هيعمل كمان بير مياه جوفية، ده هيكون مصدر بديل. يعني الارض هيكون فيها مصدرين للمية. بالنسبة للبير اللي هيتعمل جديد، المشتري كله هيساهم حسب الحصة بتاعته. يعني اللي هياخد 2 فدان ونص هيساهم معاه في زيادة عدد المرافق، فيما يخصه في 2.5 فدان فقط او 5 فدان او ال7 الكلام ده بنقوله علشان الوضوح. والوضوح لما يكون الامور واضحة الثقة بتزيد، ولما الثقة بتزيد المحبة بتزداد. وكمان انا ما اتكلمتش معاكم عن اهم ميزة موجودة، وهي اللوكيشن او الموقع. الموقع ممتاز جدا على طريق ابو غالب، متفرع من الكيلو 58، الجهة المقابلة لهايبر 1 والريف الاوروبي. انت في لوكيشن يعتبر على طريق ابو غالب، في اريا كلها كومباوندات. في ظهرك كومباوند سندوريني، جنبك كومباوند استدريم والمصرية. لوكيشن وموقع ممتاز، وده اللي خلاني اقول ان انت بتستثمر عقاري قبل ما بتستثمر زراعي. يعني انت بتستثمر عقاري وزراعي في نفس الوقت. انت لو بنيت فيلا او استراحة في الموقع ده، تخيل انت بتمتلك موقع افضل من كل الكومباوندات اللي موجودة في المنطقة. ارضك كلها على طريق اسفلت، طريق شيك، طريق حضاري، عليه انارة ليلية موجودة. ما بتمشيش متر واحد بس في التراب. كمان ما اتكلمتش معاكم على الملكية نهائية، عقد خالص الثمن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ليك رخصة بناء تطلعها من الهيئة 85 متر لكل فدان. يعني اللي هيشتري فدانين ونص ياخد رخصة بناء من الهيئة 200 متر بناء منزل مستريح جدا بدون اي اشكالية، يدفع الرسوم ويطلع رخصة بدون اي اشكال. سعر الفدان 1,300,000 جنيه. المهتمين يتواصلوا معانا على الارقام اللي موجودة. رجاء تعمل اشتراك في القناة وتدوس على اللايك دعما لينا علشان عروضنا تصلك باستمرار.